الحمد لله. يفسد الصوم إذا تعاطى الصائم ما قدر عليه فيه. وقد ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. ذلك الطعام مفسد الصوم، والشرب مفسد الصوم إذا كان عمدا على الراجح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما الجماع فأكثر العلم على أنه مفسد للصوم مطلقا، من قال لا يفسده إذا كان ناسيا، والظاهر أنه مفسد له. وأما كفارة فقد رتبها أكثرهم على العمد فيه، وأما النسيان فبعض العلم يرتب فيه كفارة، والصحيح أنه لا تلزم فيه الكفارة، والله أعلم.